من حوالي أكتر من 20 سنة، وتحديداً بعد أزمة التسعينات وبداية الألفينات، اليابان كانت بالنسبة للمستثمرين في العالم هي بنك السلف المجاني. بقالهم سنين وسنين ماشيين بسياسة الفايدة الصفرية أو حتى السالبة، فكان أي حد تقيل في وول ستريت أو بنك سيتي جروب بيروح يقترض تريليونات الينات اليابانية بفايدة تقريباً صفر، وبياخد الفلوس دي يرميها في سندات الخزانة الأمريكية اللي بتدي فايدة 4% و5%، أو يشتري بيها أسهم في انفيديا أو أبل أو تسلا. الحركة دي هي اللي بنسميها تجارة الكاري تريد، ودي اللي خلت اليابان أكبر دائن خارجي في العالم، لدرجة إنها تمتلك لوحدها حوالي 1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية حسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية في أواخر 2024 وبداية 2025. وده رقم مرعب، لأن أي حركة فيها بتهز ثقة العالم في الدولار تماما. التحول التاريخي بدأ لما البنك الياباني المركزي BOJ قرر في 2024 و2025 انه يخرج من قوقعة السنين اللي فاتت، ورفع الفايدة لمستويات لأعلى مستوى من حوالي 25 سنة، والهدف كان إنقاذ الين اللي انهار قدام الدولار. بس الحركة دي كانت زي الدومينو، لأن لما الفايدة في اليابان تعلى، تكلفة القرض اللي المستثمر واخده عشان يضارب بيه في أمريكا بتزيد، والين قيمته بتغلى، فالمستثمر بيلاقي نفسه خسران من ناحيتين، بيدفع فايدة أكتر وقيمة القرض اللي عليه بالين بتزيد. هنا بقى بدأت عملية التسييل الإجباري، يعني المستثمرين بدأوا يبيعوا الأسهم والسندات الأمريكية بشكل جنوني عشان يسددوا ديونهم بالين قبل ما الدنيا تخرب أكتر. اليابان هي العمود الفقري لسوق الدين الأمريكي. تخيل لما اليابان تلاقي إن الفايدة عندها بقت مجزية، فتقرر ترجع فلوسها بيتها، يعني بدل ما تشتري سندات أمريكية وتدعم عجز الموازنة في واشنطن، تبدأ تبيع السندات دي وتشتري سندات يابانية. البيع الكثيف ده بيخلي أسعار السندات الأمريكية تقع، والعائد عليها يضرب في السماء، وده بيزود تكلفة الاقتراض على الحكومة الأمريكية وعلى المواطن الأمريكي اللي عايز ياخد قرض عربية أو بيت. فاحنا بنتكلم عن تريليونات الدولارات المهاجرة اللي لو قررت ترجع طوكيو دفعة واحدة ممكن تعمل أزمة سيولة في أمريكا ما حصلتش من 2008. موضوع دخل في مرحلة الجد، لأن البيانات بتقول إن الاحتياطات الأجنبية اليابانية اللي بتوصل ل1.4 تريليون دولار، جزء ضخم منها عبارة عن أصول سائلة في أمريكا، واليابان دلوقتي بقت مضطرة تستخدم المخزون ده عشان تدافع عن عملتها أو تغطي تكاليف سياستها النقدية الجديدة. وده معناه ان السيولة المجانية اللي كانت بتنعش اسواق نيويورك خلصت، واللعبة قلبت لجد، وشعور الخطر واصل لكل مدير محفظة في العالم. الضحية الاكبر والاشرس لرفع الفايدة اليابانية هي شركات التكنولوجيا الامريكية العملاقة، او اللي بيسموهم في وول ستريت الماج 7: ابل، مايكروسوفت، انفيديا، امازون، ميتا، الفابت، وتسلا. طب ليه دول بالذات؟ لان الشركات دي مش بس بتعتمد على ارباحها، دي بتعتمد في تقييماتها المليارية على التدفقات النقدية الرخيصة. لما كان الين الياباني ببلاش، كان المستثمر المؤسسي بياخد مليارات الينات ويروح يضخها في أسهم النمو اللي هي التكنولوجيا، لأن العائد المتوقع هناك كان بياكل أي تكلفة بسيطة للقرض الياباني. لكن النهاردة مع وصول الفايدة اليابانية لأعلى مستوياتها من ربع قرن، اللعبة اتعكست تماما. اللي كان بيقترض بالين عشان يشتري انفيديا لقى نفسه قدام كماشة مرعبة جدا. تكلفة تمويل الصفقة زادت، وقيمة الين اللي لازم يسدده غليت، فكان القرار السريع والوحيد هو البيع بأي ثمن عشان يقفل مراكزه المالية قبل ما يخسر أكتر. وده اللي يفسر لك ليه شفنا في بداية 2026 انهيار كبير جدا في أسعار الذهب والفضة وأسهم الشركات. الخطر هنا مش بس في هبوط الأسهم، الخطر في سلسلة الانفجارات المتتالية. لو أول مرة تشوفنا قناتنا بتتحدث عن كل ما يخص الاقتصاد، من تحليلات وتوقعات للأسواق المالية العالمية وكل ما يخص الاقتصاد العالمي، انزل بسرعة اعمل اشتراك في القناة وتعالى نخش في الموضوع الاقتصادي. اليابان بتمتلك أكتر من 1.4 تريليون دولار من الأصول الأجنبية زي ما قلنا، وجزء ضخم جدا من ده محطوط في صناديق استثمارية عالمية هي اللي بتشيل أسهم التكنولوجيا الأمريكية. فلما بنك اليابان يرفع الفايدة، هو مش بس بيغلي القروض، هو بيسحب البساط من تحت أقدام ناس زي سوف بانك وغيرهم من عمالقة الاستثمار اليابانيين اللي هم أصلا أكبر داعمين لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أمريكا. ده معناه إننا داخلين في مرحلة جفاف تمويلي. شركات الناشئة في أمريكا اللي كانت بتستنى
استثمارات يابانية بمليارات الدولارات بدأت تلاقي الأبواب بتتقفل، لأن المستثمر الياباني بقى يفضل يخلي فلوسه جوه البيت وياخد عليها فايدة مضمونة وعالية بالين بدل ما يخاطر في سوق أمريكي مهزوز ومعرض لتقلبات العملة. لازم تعرف إن سوق المشتقات المالية المرتبط بالأسهم الأمريكية متلغم بالرهانات اللي مبنية على رخص الين. لما الفايدة اليابانية ارتفعت ده عمل حاجة اسمها مارجين كولز، يعني المنصات والبورصات بدأت تطالب المستثمرين بفلوس زيادة فورا لتغطية مراكزهم اللي بتخسر، والمستثمر اللي ما عندوش كاش بيضطر يبيع أغلى ما عنده وهي أسهم التكنولوجيا القوية عشان يوفر سيولة يسدد بها ديونه اليابانية أو يبيع الذهب. ده اللي بيسموه في السوق العدوى المالية. احنا بنشوف دلوقتي ان كل 1% زيادة في قيمة الين قدام الدولار بتترجم لضغط كبير بمليارات الدولارات في بورصة ناسداك. والمصيبة الأكبر ان البنك المركزي الياباني ما بقاش يقدر يرجع لورا لأن التضخم عنده بدأ يتحرك، فبقى مضطر يكمل في رفع الفايدة. وده معناه ان احنا لسه في بداية موجة النزوح الكبرى للأموال من أمريكا لليابان. ده مش مجرد تصحيح سعري، ده إعادة هيكلة للنظام المالي العالمي اللي اتبنى على مدار 30 سنة على فكرة ان اليابان بئر بترول من الكاش المجاني، والبئر ده دلوقتي بدأ يخلص والمضخات بدأت تتسحب لورا. البنك الفيدرالي كان عامل حسابه انه بيحارب التضخم براحته وبيرفع او يثبت الفايدة بمزاجه، لكن فجأة لقي البعبع الياباني طالع له من تحت الارض. لما بنك اليابان رفع الفايدة لأعلى مستوى ليه من 25 سنة هو حرفيا سحب السيولة اللي كانت ساندة سوق الديون الأمريكية. تخيل ان الحكومة الأمريكية بتعتمد على اليابان كأكبر مشتري سندتها، فلما اليابان تقول انا هخلي فلوسي عندي عشان الفايدة عندي بقت احسن، ده معناه ان امريكا لازم ترفع الفايدة على سندتها اكتر واكتر عشان تجذب مستثمرين تانيين. وده بيمثل كارثة على الموازنة الامريكية اللي بقت بتدفع تريليونات الدولارات خدمة دين بس. الفيدرالي هنا بقى مرعوب، لان لو اليابان كملت في رفع الفايدة والين فضل يغلى، 1.4 تريليون دولار اللي اليابان شايلاهم في صورة سندات خزانة امريكية ممكن يتباع منهم جزء ضخم جدا في وقت قصير، وده معناه انهيار سوق السندات، ودي حاجة أخطر بمراحل من انهيار البورصة لأن السندات هي أساس النظام المالي العالمي كله. هنا بقى الفيدرالي الأمريكي لقى نفسه مضطر إنه ينحني للعاصفة ويغير خطته 180 درجة. ضغط الياباني ده أجبر الفيدرالي في 2025 وبدايات 2026 إنه يفكر بجدية في خفض الفايدة بسرعة، مش عشان التضخم نزل، ده عشان يلحق يهدي اللعب مع الين الياباني ويقلل الفجوة بين الفايدة في الدولتين. الفكرة كلها إن لو الفجوة دي فضلت كبيرة الهروب من الدولار للين هيفضل مستمر، والدولار هيفقد قيمته القيادية قدام العملات التانية. فاحنا بنتكلم عن وضع معقد جدا، لأن الفيدرالي لو خفض الفايدة عشان ينقذ الأسواق من زلزال الكاري تريد، المخاطرة هنا إن التضخم في أمريكا يرجع يضرب تاني كأنك بتطفي حريقة ببنزين. مستثمرين في وول ستريت دلوقتي عينهم على تصريحات كازو ويدا محافظ بنك اليابان، لأن أي كلمة من طوكيو عن رفع الفايدة معناها إن في موجة بيع تريليونية جاية في الطريق للسوق الأمريكي. موضوع دخل في حرب عملات غير معلنة. اليابان دلوقتي معاها سلاح نووي مالي وهو احتياطي 1.4 تريليون دولار زي ما قلنا، وتقدر في أي لحظة تضخ كاش دولار في السوق وتشتري ين عشان ترفع قيمته. والحركة دي لوحدها كفيلة إنها تعمل تسييل دموي لكل المحافظ الاستثمارية اللي واخدة مراكز شراء في الدولار. البنوك المركزية حول العالم بدأت تقلق من تأثير الدومينو، لأن لما أكبر دائم في العالم وهو اليابان يقرر يغير قواعد اللعبة، السيولة العالمية كلها بتتشال من الأصول الخطرة وتروح للأصول الآمنة اللي بقت هي الين والذهب. السيناريو اللي بنعيشه دلوقتي في 2026 هو ان الفيدرالي الامريكي بقى مسحوب ورا البنك المركزي الياباني ومضطر ينسق سياساته النقدية مع طوكيو عشان يمنع حدوث انهيار شامل في النظام المالي القائم على الدولار. ده تحول تاريخي بيثبت ان القوة المالية ما بقتش محصورة في واشنطن بس، وان الديون الامريكية بقت هي نقطة الضعف اللي اليابان ماسكة منها رقبة الاقتصاد العالمي. واي حركة غلط في الفايدة اليابانية ممكن تحول الركود الهادئ لكساد عظيم بيبدأ من طوكيو وينتهي في نيويورك. لو أول مرة تشوفنا قناتنا بتتحدث عن كل ما يخص الاقتصاد من تحليلات وتوقعات الأسواق المالية العالمية وكل ما يخص الاقتصاد العالمي، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد أول بأول.